اوقات كتيرة الراحة بتكون احسن اختيار احنا ناخده، مش عشان هي بتقدم لنا حاجة كبيرة، ولكن علشان هي مش بتقدم لنا حاجة خالص، لا فيها وجع ولا فيها انتظار لحاجة ولا فيها اي حاجة. هي مرحلة من الراحة كده، ما فيهاش اي التزام. احساس الراحة هو مش غلط، بس الحاجة اللي انت محتاج تخلي بالك منها هو لما احساس الراحة ده يبدأ ياخد القرارات بالنيابة عنك. معاكوا آية مصطفى، تعالوا نفكر قبل ما نقرر. انا بس عايزة أأكد انه مش عشان انت ممكن تكون عايز شعور الراحة ده بالضرورة يعني ان انت كسلان او خايف او مش عايز تواجه او ايا كان. في اوقات كتير احنا مش بنبقى واخدين بالنا اصلا ان احنا بنأجل او ان احنا بنستنى. بنتفاجئ في ده في ال deferred life او الحياة المؤجلة، ان احنا بنلاقي نفسنا عشنا حياة لمجرد ان احنا كنا فيها، مش عشان احنا فعلا اخدنا كل خطوة فيها وفكرنا في كل حاجة فيها وقررنا كل حاجة فيها. احنا عشناها لمجرد ان احنا موجودين فيها. ف... فساعتها بتحس بقى بثقل الانتظار وبثقل الراحة اللي انت استهونت بيها في الاول وقلت ما انا مهم اكون مرتاح ومش عايز اواجه ومش عايز اعمل. بس وقت ما بتدرك بقى انه لا، ده في حاجة مش صح، في حاجة انا لسه مستنيها، في حاجة لسه ما حصلتش، فبتبدأ تراجع بقى كل اللي فات. هنا بتبقى التركة. مش عايزة اقول المشكلة انها مش مشكلة طالما الواحد فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم هو بيفكر ازاي، وفاهم ان هو دلوقتي بيستنى، ودلوقتي هو بيختار الراحة، ودلوقتي هو بياخد القرار. هو عارف الفرق بين كل الحاجات دي. ف تمام. الموضوع ده ممكن نشرحه بان احنا نقول عليه ان هو الكومفورت تراب او فخ الراحة. هو ببساطة احنا بنحس انه اوكي، طب ما انا مرتاح، انا زي الفل، انا تمام، انا مفيش حاجة مضايقاني، مفيش حاجة انا بخسرها، ومفيش حاجة هتضرني بأي شكل. انا ده اللي انا عارفه، ده اللي انا متعود عليه، وهو ده اللي تمام، فانا هكمل بيه. فين المشكلة بقى؟ فهو فخ الراحة ده هو اللي بيخلي ساعات ان انت فاكرين الاسبوع اللي فات الباسيف تشويس او الاختيار اللي هو السلبي. فالراحة ساعات بتؤدي ان احنا نوصل لده، ان احنا نتعود على احساس الراحة، فبالتالي نحس ان اوكي، احنا مش محتاجين ناخد قرار، احنا زي الفل، احنا تمام. ف... فهي الفكرة كلها انه الراحة هي مش بتخسرك حاجة كبيرة دلوقتي. هي انت مش بتحس اصلا ان في حاجة بتتسحب منك، انت واحدة واحدة بيتسحب منك الحاجة، واحدة واحدة بتحس انه اوكي، طيب هل انا هي دي القرارات اللي انا عايز اخدها؟ هل هي دي الحياة اللي انا عايز اعيشها؟ ولا لمجرد ان انا عايز افضل في الكومفورت زون وافضل مرتاح، فانا بضحي بحاجات تانية قدام. وهنا تيجي حتة الايموشنال انشورنس او التأمين العاطفي، انه كل حد فينا بيبقى عامل زي رائد الاعمال، البيزنس مان، اللي هو اوكي، انا مش عايز اتوجع دلوقتي ومش عايز اخسر اي حاجة دلوقتي، فانا ما عنديش مشكلة ان انا يعني ايه اجل الخسارة شوية. هتبقى خسارة صغيرة ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى خسارة صغيرة، فهنأجلها شوية في مقابل ان انا احس بالامان دلوقتي. فعقلية البيزنس مان او رائد الاعمال هي ممكن تنفع لو انت
عايز تشتري ذهب او عايز تستثمر في العقارات. بس في المشاعر وفي اتخاذ القرارات لا، الوضع بيكون مختلف تماما. لان انت ممكن تكون بتزق قرارات معينة لقدام عشان تتفادى ان انت تواجه القرارات دي دلوقتي، ولكن لما انت بتستنى وبتسيب الراحة هي اللي تتحكم وهي اللي تاخد القرارات، فانت مش هتبقى ضامن مش هتبقى ضامن خالص خالص ايه نوع التضحيات اللي انت هتبقى مضطر ان انت تضحي بيها قدام، لمجرد ان انت استنيت او سبت نفسك لاحساس الراحة ده. الكومفورت تراب بتخليك عايز تفضل هادي مرتاح، ما عندكش مشكلة ان انت تفضل مع المشاعر اللي انت عارفها وحاسسها وفاهمها، علشان بس تتفادى ان انت تواجه اي حاجة مجهولة، لان المجهول دايما بيخوف. الايموشنال انشورنس هو اللي بيخليك دايما تقول ما تستعجلش، لسه بدري، هنبقى نشوف ده بس بعدين. طيب خلينا، ما احنا دلوقتي تمام ومرتاحين والدنيا تمام والشغل ماشي كويس والحياة ماشية كويس، اتعب نفسي ليه بقى، ما الدنيا فل. فبتفضل تقول ما تستعجلش، استنى، احنا لسه بدري. فواحدة واحدة الحبة اللي انت بتقول ان انت هتستنى فيهم، واحدة واحدة بيتحولوا لسنين، وانت قاعد ومستني وبتأجل، لمجرد ان انت بس مش عايز تبعد عن هذا الشعور بالراحة، اللي ممكن يكون شعور انت بتوهم نفسك بيه اصلا، ممكن ما يكونش حقيقي، لمجرد ان انت بس عايز ان انت متواجهش ايا كانت الحاجة اللي انت خايف ان انت تواجهها، او القرار اللي انت مش عايز تاخده ايا كان. فتلاقي نفسك بتستنى لفترات لا نهائية عشان بس وهم الكومفورت زون. الفيديو ده مش ضد الراحة، والراحة في حد ذاتها هي مش غلط، بس هو مهم ان انت تشوفها زي ما هي، تشوفها على حقيقتها. مش دايما الراحة بتكون حكمة، ومش دايما الراحة بتكون هي الاختيار الصح، لكن ساعات هي بتكون بس تنظيم مؤقت للألم، جدولة للألم. أول خطوة للوضوح مش ان انت تكسر الراحة او تبطل انك تحس بالراحة، ولكن انك تسأل نفسك هي الراحة دي بتحاول تحميني من ايه؟ وجودي في الكومفورت زون انا بحمي نفسي من ايه؟ وخلي بالك انت مش مطلوب منك اي حاجة دلوقتي خالص، غير ان انت بس ما تخليش الراحة تاخد القرارات بالنيابة عنك، ما تخليش اي حاجة تاخد القرارات بالنيابة عنك. بس على اللي تستاهله يا صديقي، مش اللي سهل توصل له. اشوفكوا الاسبوع الجاي.